أريد أن أعيدك إلى سؤالي الذي بدأنا منه، ولكن بعد استراحة قصيرة. نعود إلى السؤال. عندما صدر كتاب وجاء دور المجوس، صدر باسم مستعار، ماذا فهم الناس منه ولمن نسبوه وماذا كان رد الفعل عليه؟ وأنا كنت قد سمعت من بعض الناس أن بعض الحكومات في المنطقة وخاصة الحكومة السعودية تلقته فيما بعد بالقبول، وربما طبعوا منه آلاف مؤلفة من النسخ. نعم يا أخي، أنا سمعت أكثر من هذا. في خلافي مع رفاق دربي الإسلاميين قالوا أنه صدام أعطاني مبلغ كبير حتى أصدرت الكتاب هذا. كم أعطاك؟ والله ذكروا رقم خيالي. وقالوا أنه السعودية هي اللي كلفتني بطباعة الكتاب. وهذا ذكروا بعض الإسلاميين بكتبهم يعني بدون ذكر اسمي. يعني كانوا يعرفون أنك أنت الذي كتبت الكتاب بالرغم من أن الاسم مستعار. رفاق دربي من الإسلاميين يعرفون أني صاحب الكتاب. لأنه إحنا الإسلاميين ما بيننا أسرار، نعرف بعض. نعرف بعض. مثل الأواني المستطرقة هاي يعني اللي بيتكلموا عنها يعني. فيعرفون أني مؤلف الكتاب. أرجو أن تتحملني بهذا طالما أنت جئت إلى الكتاب، وله علاقة بخروجي من الكويت هذا مرة أخرى يعني. طب كويس. عندما ألفت هذا الكتاب ما وجدت مطبعة عربية تطبعه. يا أخي ليش ما تطبعه إلى السعودية أو العراق؟ فبقي الكتاب سنة كاملة. هو سنة كم جهز للطباعة تقريبا؟ الكتاب يا سيدي أنا كتبت بعض فصوله بين 1976 و 1979 اللي هو بداية الثورة الإيرانية. فالفصول الأخرى اللي بتتعلق بالخميني كانت جاهزة عندي، لأنه كان عندي معلومات أنه هذا سيحكم إيران. وكنت على بنقاش مع حزب الدعوة اللي يأتون من العراق إلى الكويت. كان يصير بيني وبينهم نقاش، وكنت أزور الحسينيات بالكويت، وكنت أدخل أحياء بالكويت قبل الثورة الإيرانية وبعد الثورة الإيرانية. ما يعرفون أنا من. كنت أحس أني أنا موجود بقم. يا أخي بعضهم ما يتكلم إلا باللغة الفارسية ومعه جنسية كويتية. تدخل تصميم بيوتهم، حياتهم، لهجتهم، مراكزهم، كأنك موجود بقم. فهذا بالنسبة إلى تجهيز المادة. وما كتب عن الخميني وفكر الخميني كان جاهز عندي، ولم يكن معروفا بين الناس هذا. فأنا انتهيت من الكتاب تقريبا في نهاية عام 1980، قبل نهاية عام 1980. ثم أنك تطبعه بلبنان مستحيل، أن تطبعه بدول الخليج مستحيل، مع أنه كان مواتيا لهم، لأنه كان الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت. أخي إحنا نرجع قبل ما تبدأ الحرب العراقية بين 1979 و 1980. كل الدول هذه أيدت نظام الخميني. والله أيدوه بنية صادقة أو بنية غير صادقة أنا لا أدري، لكن يعني الكويت، العراق نظام صدام أيضا، السعودية، والسعودية أرسلت وفود ليهنئوا الخميني.
أرسلت وفد يمثل الحكومة برئاسة الملك الحالي، وأرسلت وفد يمثل رابطة العالم الإسلامي، وأرسلت وفد يمثل المساجد المدري شو اسمه العالمية من دول الخليج كلها. فأنت تتحدث بعد الثورة، بعد الحرب العراقية الإيرانية. أنا أتحدث منذ بداية الثورة حتى لا، الظروف كانت خلاف ذلك. والموقف الذي تفضلت به ما لبث أن تغير عندما دعموا جميعهم صدام حسين في حربه ضد إيران. أنا أقول أنه هم بالأصل أيدوا الثورة، موقفهم تغير، لم يتغير فجأة. وبعدين أنت ما يخفاك أنه دول الخليج يعني تخشى الشيعة اللي يعيشون بين ظهرانيها، لا تريد أن تستفزهم. أنا جايك على الكويت اللي كان مؤلف الكتاب فيها. الكتاب بعد سنة كاملة رضي قبطي في مصر مطبعة موجودة أن يطبع الكتاب. عندما طبع الكتاب وانتهينا منه، جاء أمن الدولة على المطبعة. ما أدري شلون جاء أمن الدولة، والله لا أدري. أمن الدولة المصري؟ المصري. وقال لازم احنا نريد أمرين، تجيبوا لنا ورقة من الأزهر، وبس ينتهي الكتاب إذا جئت ورقة من الأزهر يشحن فورا من مصر. ومعلومة كانت مصر السادات، والسادات كان على صلة بشاه إيران أيضا، لازم تعيش الظروف اللي كانت موجودة. أي نعم، هو استقبله ورحب به ودفن عنده. واستقبله ورحب به. فاللي كان مشرف على طباعة الكتاب ابن الأزهر سوري، والسوريين تعرف أنهم يعني بيعرفوا يدبروا حالهم بهالأمور. راح على الأزهر وبطريقة ما أخذ موافقة من الأزهر، لكن ليست طريقة شرعية، إنه مسموح بالكتاب. إذا خلصنا من الورطة الأولى. الورطة الثانية شحن الكتاب. وين بدنا نشحن الكتاب؟ والله ما في دولة عربية تقبل الكتاب. بقي الكتاب إنه أمهلونا شهرين، أمهلونا 3. فاجتمعت هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهيئة كبار العلماء بالسعودية